كلامه صحيح. الكابتن سعد الشهري مدرب محترم، تم اغتيال مشروع بدم بارد من الاتحاد، هذا اللي ما يفهمون كرة، ما يفهمون كرة، ما يفهمون كرة ولا هو اهل الكرة. هل تتفق مع كابتن علي ولا ما تتفق؟ الاتحاد السعودي ذا ما يفهم كرة ولا له علاقة بالكرة. انا سعد جالس لحظة وجالس رافع شعار الحرب على الرياضي السعودي، لا في التحكيم، لا في المدربين، لا في اللاعبين. الان يقولون بيحطون 6 أجانب. وين لعب اللاعب السعودي؟ في رجع حواري المنصورية يعني ودوري الأحمدي، وين لعبهم فيه ذا العالم ذي؟ يعني انت تبي تلعب 6 لاعبين اجانب، انا وين اودي لعيبه السعوديين؟ وين اوديهم؟ سؤال للاتحاد السعودي اللي ما يفهمش كوره، وين اودي اللعيبه السعوديين؟ وين اودي الرياضي السعودي؟ طيب ابو فهد الله يخليك، ما يفهمون. هو قراراتهم هذه قراراتهم لحظه يا اخوي لحظه، قراراتهم هي اللي تحكي واقعهم. طيب بس نهايه القضيه عشان برضو احنا ما نطول فيها ونلك فيها ونصير احنا وطنيين اكثر من سعد الشهري ونطلع فيها يعني الان كابطال، وانه سعد الشهري وانه مدري ايش، وان سعد الشهري له 3 سنوات او 4 سنوات يتدرج مع المنتخبات السنيه، لدرجه انه هو المفروض انه يكون موجود في التصفيات القادمه هذه، لكن الرجل اخذ الخيار الصح، اخذ الخيار الممتاز. انت اعطيتنا معلومه الحين، شفت؟ واخذ نعم خالد العطوي جايب من بطولة الخليج، نعم، وطردوه وانت ما تدري عنها. لا ادري عنها، انا اللي قايل في الفاصل. انت ما تدري، انت توك لاقطها الحين. انا قلت لحظه، انا قلتها في الفاصل ولا لا؟ صحيح قلتها في الفاصل ولا لا؟ خليك شاهد. والله العظيم ما ادري، والله ما ابغى اشهد. قلتها في الفاصل ولا لا؟ وش اللي قلت انت؟ وش ما قلت خالد العطوي جايب من بطولة الخليج؟ لا تقول لي انا اسالك من باب النقاش. بس هو حيكون مدرب وطني اخر، مو شرط. وش المشكله؟ انا ما ادري. انت تستدرجني يعني؟ لا ما تقول انت يا سعود ما ادري. انا ما ادري. خالد قادر ما يفهم وسعود ما يدري. لو نمله تمشي في وسط الرياض يعني. نمله مو طيب نمله. طيب لو نمله تمشي كبير ابو فهد. اذا كنت تلحق النمل كيفك؟ طيب هذا يخصك انت. لو نمله تمشي. خليني طيب خليني اسمعني، لا تعال هنا اجلس معنا دير الحوار.